السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الظروف والاحوال. ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الروتين اللي غادي نوجد فيه الاجنحه والفخيضات ديال الدجاج. هنا عندي كميه لا باس بها واللي كتبقى اختياريه، كل واحد وعدد الافراد ديال الاسره ديالو. هنا راه غسلتهم مزيان بالماء والملحه والخل، وغادي ندوز باش غادي نشرملهم. هنا غادي ندير نصف ملعقه ديال الملحه، راس معلقه ديال البزار او الفلفل الاسود، راس معلقه ديال السكينجبير، نصف ملعقه ديال الخرقوم او الكركم، ملعقه صغيره موطارد او خردل، واللب ديال الحامض اللي كنحتفظ به في الفريغو. كنحيد الحامضه تتكون طريه ماشي مرقد، كنحيد له القشره وكنحتفظ باللب في الفريغو. غادي نضيف زيت نباتيه كميه لا باس بها، تكون هكا شي 3 المعالق كبار على حسب كميه ديال الدجاج اللي درنا. وغادي نسمو بشي ملعقه ولا ملعقتين كبيرتين ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف 2 فصوص ديال الثومه محكوكين او مبشورين، وغادي نضيف البصله اللي غندير هنا غير ملعقتين كبيرتين، ما غاديش تقريبا ربع بصله. ما غنديرش بصله انا بزاف حيت غندير الخضر، حيت راكم عارفين رمضان المرقه ما كتكالش بزاف، غندير مرقه خفيفه. وغنضيف واحد نصف كاس ديال الماء فين غنشرمل هذاك الدجاج، ورشه ديال القزبر ومعدنوس، تقريبا ملعقه صغيره ديال القزبر ومعدنوس صافي. وغادي ندي هاد الكوكوط طيب على نار تكون متوسطه حتى يتشرب لينا داك الدجاج دوك التوابل كامله. هنا راني حضرت مرق الدجاج باش غادي نصوب الحريره. هذاك العظومه اللي كنحيد منهم الدجاج باش كنديروا ناغيتس او البانيني ولا طاكوس، كنحتفظ انا بدوك العظومه اللي كيبقاو كنديرو في الفريغو. حتى الا بغيت نصوب هكا الحريره ولا لي بات راه كندير هذوك العظيمه تيغلاو بشويه ديال الملحه وشويه البزار، وكنصفيهم وكنصوب بهم. هنا عندي مطيشه اللي طريه كنكون غاسلاها ومقطعاها وكنحتفظ فيها في الفريغو او الكونجيلاتور. غادي نضيف عليها الماء وغادي نطحنها جيدا. من بعد ما ضفت مطيشه مطحونه غادي نضيف البصله. انا درت غير 4 بصله هي اللي كانت متوفره عندي، وغادي ندير غير كميه صغيره ديال الحريره، ما غاديش ندير كميه كبيره. ضفت هنا القزبر ومعدنوس، غادي نضيف الكرافس، غادي نضيف الحمص، العدس، وغادي نضيف زيت نباتيه الكميه الكافيه، الخرقوم ملعقه صغيره او الكركم، ملعقتين صغيرتين بابريكا او تحميره او فلفل احمر حلو. وغادي ندمج جميع المكونات، وغادي نضيف هنا راه ما تقبطاتش اللقطه، غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الطماطم مصبره او مطيشه الحك، ونخلط كل شيء وغنسد الكوكوط وندير الصفاره ونوضعها طيب. هنا راني طيبت خبيزات، المهم كانوا غاديين يتحرقوا ليا ما بقيت كنصور. راه ما كيف ما كتلاحظوا هذوك راه محمرين مزيان اللي كانوا في الفوق، وفي الجهه التحتانيه الفران راه بقاو مزيانين، والفوقانيين راهم تحمروا مزيان كانوا غاديين يتحرقوا. واخا هكاك راهم رطبين واخا تحمروا مزيان راه مزيان غير تكالو. هكا الخبيزات ديال الوالده كتبغي الخبز يكون محمر مزيان، اللي كنقدم ليها التحيه والله يحفظها لينا ويخليها لينا ويحفظ جميع الامهات ويحفظ لكم ما عز عليكم. ما تنسونيش من اللايك، واللي دخل جديد عندنا القناه يدير لنا ابوني فضلا وليس امرا.
هنا هاد الخبيزات اللي صوبت راه دائما كنشاركهم معكم. هنا راه درت القمح الكامل مع شي شويه ديال الفرص الدقيق الابيض باش يجيونا خبيزات رطبين مع الوليدات هكا لي ساندويش راكم عارفين اللي كاين. هنا الفخيضات وجني واحد ديال الدجاج راه دخلوا من الطياب، راه كيجيو بنان وغزالين مشربين داك المرق. كتجي مريقه زوينه وبنينه وتشربوا دوك التوابل كيجيو بنان. غيجربوهم بهذه الطريقه. المهم هنا البصله راه ما كثرتهاش، راه كيف ما شاركت معكم غير 2 معالق ديال البصله، تقريبا ربع بصله اللي درت، حيت غادي ندير فيهم الخضره باش ديك الخضره ما تجيش زعما ثقيله بديك البصله. راه مع الصيام المرقه كاع ما تتكل في رمضان راكم عارفين. غادي نخليها شي شويه تزيد. عندنا الحريره راه هي كطيب صافي، ونخليه يزيد غير شي شويه وغادي نحيدو. هنا راني تنوريكم السيبورات هرسات اللي كنت كنصور. طاح ليا البورطابل بالسيبوره ديالو، تهرس لي البورطابل وتهرست لي السيبوره. والمهم هنا راني معصبه الخليفه على الله. الحمد لله ماشي مشكل، تفوت غير راسو تجي فاش ما بغات ان شاء الله. تمشي سيبوره وتجي سيبوره، الانسان الا مشى اللي ما كيرجعش. المهم الحمد لله ملي ما طاحتش ليا على الولياد ولا ما وقع حتى حاجه، كلشي مزيان. هنا راني درت البيض هنا يتسلق كيف ما دائما كنقول لكم، كديروا عليه الماء طايب. البيض كتكبوا عليه الماء طايب وما كتفوتوش فيه 15 دقيقه في الطياب باش كيجي زوين. انا راه كنوريكم هنا زعما الماء راه خصو يكون سخون. تما راني درت واحد البيضه وهي طرطق ليا في الماء وحيدتها بقى داك البيض في الماء وتما كنشرح. المهم هنا غندير المينيتري على 15 دقيقه، ما غاديش يفوتها البيض باش يجي فتي، حيت البيض الا طاب بزاف راه كيضر في المعده. الله ينجينا وينجيكم والله يشافي كل مريض في هاد العواشر. الكوكوط الحريره راه كطيب. هنا راه درت البطاطا والجلبانه والقوق وحيدت دوك الفخيضات، حيدتهم من المريقه وخليتهم ينشفوا شي شويه باش غادي نقليهم حتى نقلي الفريت ونحيد الفريت وديك الزويته اللي كتبقى من الفريت غادي نقلي هاد الفخيضات باش غادي نقدمهم يكونوا محمرين وندير عليهم شويه ديال الزيتون والحامض. ما كتبش نكمل معكم لا فيديو، غير سمحوا لي بزاف 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 بزاف، حيت البورطابل اللي كنت كنصور به فاش طاح ليا سكت، والبورطابل عندي بورطابل واحد اخر غادي نصور به لقيته بدي شارجه صافي. دابا راه مونطيت انا حتى درت هذاك البورطابل اللي كان طاح ليا درته في الشارج شي شويه وبقيت شي شويه بقيت معاه حتى اشتغل وشارجيته باش مونطيت الفيديو. وكنعتذر منكم بزاف ما كملتش معكم هاد لا فيديو. راكم عارفين الفطور ديال رمضان راه هو هذا، درت غير طويجين بحال هكا بالخضره وبشويه ديال الدجاج. راكم عارفين سلقت شويه ديال البيض، شويه ديال الفريت، شويه ديال الحوت، الحريره. خيركم في داركم راه كلشي عارفين، وانا غير كنشارك معكم اليوميات ديالي. ونتمنى ما تبخلوش عليا باللايك، واللي دخل عندنا جديد ديرنا اشتراك، والناس اللي دخلت جديده مرحبا بكم والف مرحبا نورتونا. شكرا لكم على الدعم وشكرا لكم على التشجيع وشكرا الناس اللي كدير لنا اللايك وشكرا الناس اللي كتخلي لنا تعليق. الله يحفظكم وينجيكم من شر الخلق وشر الشياطين. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. بسلام عليكم.